بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه جايين معاكم في الوحده الثانيه هندسه والوحده الاخيره اللي هي بمعنى اصح الوحده الخامسه. تعالى كده يا عم الحاج، الوحده الخامسه دي هنشوف ايه النظريات اللي فيها، ايه الحاجات المهمه اللي فيها، ايه كل اللي عايزين نقوله ممكن يفيدنا في حل الايه؟ الاسئله. طيب هنسرد كل ده وبعدين من هنا قوم داخل. احنا كنا واقفين عند سؤال 21 في الوحده اللي فاتت، هقوم جاي من اول سؤال 22 لحد الاخر في الاخر، وقوم جاي داخل على المقالي ونحل بقى سؤال 2 3 4 5 زي ما نحل. فتعالى كده يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم. نظريات الوحده الايه؟ الخمسه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك قياس القوس بيساوي قياس الزاويه المركزيه بتساوي 2. ايه ده بيساوي 2 قياس الزاويه المحيطيه بيساوي 2 قياس الزاويه المماثله. ايه ده يا عم الحاج؟ انا هسالك شويه اسئله. بقول لك يا يوسف هات لي صفحه فاضيه لو سمحت. ديت كده ايه؟ هتقول لي والله يا مستر دي دايره، اقول لك الله ينور عليك. وده تقول لي مركز الدايره. طب ده نص قطر وده نص قطر. هقول لك الزاويه بالنسبه للقطرين دول بقى دي عباره عن ايه؟ والله ديت يا عم الحاج اسمها زاويه مركزيه. طب كلام جميل. طب لو عملت لك كده هتقول لي ده وتر، وعملت لك كده هتقول لي ده برضه وتر. هقول لك حلو، الزاويه بين الوترين دي ايه؟ هتقول لي لا دي زاويه محيطيه، يبقى دي زاويه مركزيه ودي زاويه محيطيه. كلام جميل. طب لو عملت لك كده تقول لي ده وتر، وقمت عامل لك كده هتقول لي ده مماس بيلمس الدايره، يبقى الزاويه بين الوتر والمماس دي زاويه ايه؟ دي زاويه ممسيه. يبقى انا عندي دي زاويه مركزيه، دي زاويه محيطيه، دي زاويه ممسيه. كلام جميل. وعندي ده قوس اسمه مثلا ا ب. انا عايز اعرف بقى يا عم الحاج ايه علاقه كل دول ببعض. تعالى بص يا بابا، مبدئيا المركزيه بتساوي قياس القوس، يعني الزاويه المركزيه بتساوي قياس القوس. يبقى اول حاجه الزاويه المركزيه ايه علاقتها بقياس القوس؟ بيساوي بعض. طب المحيطيه ايه علاقتها بالمركزيه؟ نصها. المحيطيه نص المركزيه، يبقى المحيطيه بتساوي نص المركزيه. يعني بمعنى اصح لو المركزيه مثلا ب 100 يبقى المحيطيه بكام؟ ب 50. لو المركزيه ب 50 يبقى المحيطيه بكام؟ ب 25. لو المركزيه ب 200 يبقى المحيطيه بكام؟ ب 100 وهكذا. طب ايه علاقه الممسيه بالمحيطيه؟ والله الممسيه والمحيطيه الاثنين بيساووا بعض، المشتركين في نفس الايه؟ القوس. يبقى المحيطيه بتساوي الممسيه. طب خلي بالك بقى، واحد هيقول لي مش المحيطيه نص المركزيه؟ اه. والمحيطيه بتساوي الممسيه؟ ايوه. طب ما الممسيه كده برضه نص مين؟ المركزيه. يبقى الممسيه هنا برضه نص المركزيه، يبقى الزاويه الممسيه بتساوي نص المركزيه. يبقى تعالى دلوقتي ايه علاقه المركزيه بقياس القوس؟ والله الاثنين بيساووا بعض. ايه علاقه المحيطيه بالمركزيه؟ والله المحيطيه نص المركزيه. وعلى فكره برضو المحيطيه نص القوس، المحيطيه برضو نص القوس اهي. يبقى تعالى اسالك تاني، ايه علاقه مركزيه بقوس؟ الاثنين بيساووا بعض. ايه علاقه محيطيه بمركزيه؟ نصها. ايه علاقه محيطيه بقياس القوس؟ نصها. ايه علاقه مركزيه بمحيطيه؟ ضعفها. ايه علاقه قوس بمحيطيه؟ ضعفها. ايه علاقه ممسيه بمحيطيه؟ بيساووا بعض. ايه علاقه ممسيه بالمركز؟ نص المركز. ايه علاقه ممسيه بالقوس؟ نص القوس. يبقى الممسيه برضو هتساوي نص القوس. يا رب تكون فهمني. يبقى انا كده يا معلم ربطت لك كل حاجه في قلب الدايره في بعض، اذا كانت زاويه مركزيه ولا محيطيه ولا ممسيه ولا قياس القوس وهكذا. طب يا عم الحاج كده انت فهمت ايه الدنيا. تعالى بقى نخش على شويه نظريات. دخلني لو سمحت. عايز دي اطلع فوق يا رب. بس بص يا بابا، اول حاجه بيقول لي الاقواس المتساويه في القياس متساويه في الطول. يعني ايه؟ يعني انا يا عم الحاج مديك دايره بالمنظر ده وبقول لك ده اسمه قوس، ده قوس اسمه ا ب، وده قوس اسمه ج د. وانا بقول لك ان قياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده. طالما قياس قوس بيساوي قياس قوس تستنتج انت يا معلم ان طول بيساوي طول. قياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده، يبقى طول القوس ده بيساوي طول القوس ده، والعكس صحيح. يعني لو قلت لك طول القوس ده بيساوي طول القوس ده،
تقوم انت مستنتج ان قياس القوس ده بيساوي القوس ده. يعني بمعنى اصح عندي قوسين بيساوي بعض يبقى طولهم بيساوي بعض. طب لو طولهم بيساوي بعض يبقى قياسهم بيساوي بعض. طب تعالى هنا، انا عندي دي دايره وعندي ده يا عم الحاج، هتقول لي وتر. ده كده ايه؟ وتر. طب ده كده ايه؟ برضه وتر. والله ده الوتر ده اسمه ا ب، والوتر ده اسمه الجيم د. تعال نقرا. بيقول لي الاقواس المتساويه في القياس اوترها متساويه في الطول. مش فاهم. بص يا عم الحاج، انا دلوقتي ده وتر وده وتر، انا لو بقول لك ان الوتر ده بيساوي الوتر ده، يعني عندي وترين بيساووا بعض، يبقى تستنتج ان في قوسين بيساووا بعض. انهي قوسين يا مستر؟ القوس اللي اسمه ا ب والقوس اللي اسمه ج د. اشمعنى؟ اللي هو بادئ باول وتر ونهايه الوتر، واول وتر ونهايه الايه؟ الوتر. يبقى القوس ده بيساوي القوس ده. طب ثانيه واحده، لو انا اللي قلت لك ان القوس ده بيساوي القوس ده، تقوم انت مستنتج ان الوتر ده بيساوي الوتر ده. بمعنى صح، وترين بيساووا بعض يبقى قوسين بيساووا بعض، قوسين بيساووا بعض يبقى وترين بيساوي بعض. ودي كانت تاني حاجه. طيب اطلع سنه. تعالى هنا، دايره جميله اهي. ده ايه يا عم الحاج؟ تقول لي والله ده وتر. وده ايه؟ برضه وتر. ا ب ج د. بقول لك يا معلم ان الوتر ده بيوازي الوتر ده. نعم، وترين بيوازوا بعض، وترين بيوازوا بعض. تستنتج انت يا معلم ان في قوسين بيساووا بعض. انهي قوسين يا مستر؟ انهي قوسين يا مستر؟ القوسين دول اللي بيبقوا خارجهم دول. يبقى لو عندي وترين بيساووا بعض يبقى عندي قوسين بيساووا بعض. انهي قوسين اللي بينهم؟ يعني لو عندي الوتر اللي اسمه ا ب بيوازي الوتر اللي اسمه ج د، يبقى عندي القوس اللي اسمه ا ج بيساوي القوس اللي اسمه ب د. يبقى وترين بيساووا بعض يبقى قوسين بيساووا بعض. اهو الوتران المتوازيان ماشي يحصران قوسين مالهم متساويان فين؟ في القياس. طب دي كانت واحده ثانيه. تعالى يا عم، الحق الحق، ده وتر، كلام جميل. ده كده وتر زي العسل. طب ده ايه؟ ده مماس يا مستر. ده مماس يا مستر. ما هو مماس ووتر، ايوه، بس بقول لك برضو ان هما الاثنين بيوازوا بعض. برضو يعني حاجتين بيوازوا بعض يبقى عندي قوسين بينهم بيساووا بعض. انهي قوسين؟ القوس ده والقوس ده. كلام جميل. يبقى اي حاجه بتوازي حاجه يحصران قوسين بيساووا ايه؟ بعض. طب يا عم الحاج، جميل. تعال هنا، بيقول لي الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره. الحق، ادي دايره، ده قطر فين؟ في الدايره، وده المركز اهو. ده ايه؟ وتر. وده ايه؟ وتر. طب دي ايه؟ واحد يقول لي زاويه محيطيه، اقول له الله يفتح عليك. الزاويه المحيطيه دي بقى مرسومه فين؟ والله مرسومه في نص الدايره اللي فوق. فيا معلم خليك عارف ان الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره تكون قائمه. تكون ايه؟ قائمه. وقائمه يعني بكم درجه يا عم الحاج؟ ب 90 درجه. يبقى الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره تكون قائمه. طب تعالى هنا، بص يا عم الحاج اسالك سؤال، دي زاويه ايه؟ والله هتقول لي دي زاويه محيطيه. طب ودي زاويه ايه؟ هتقول لي والله زاويه محيطيه. اقول لك الزاويه دي مرسومه على انهي قوس؟ اصبر يا مستر نشوف. والله مرسومه على القوس اللي اسمه ا ب. طب الزاويه دي مرسومه على انهي قوس؟ اصبر يا مستر نشوف. والله يا مستر برضه مرسومه على نفس القوس اللي اسمه ا ب. يعني الزاويتين مرسومين على نفس القوس. يعني الزاويتين مرسومين على نفس القوس. يبقى اذا يا معلم الزاويتين دول بيساووا بعض. يعني الزوايا المحيطيه التي تحصر نفس القوس مالها؟ متساويه في القياس. يبقى لو عندك كذا زاويه بيحصروا قوس نفس القوس، يعني قوس مشترك، يبقى الزوايا المحيطيه دي مالها؟ بتساوي بعض. كلام جميل. تعالى هنا، الزوايا المحيطيه التي تحصر اقواسا متساويه. عندي يا عم الحاج دي زاويه محيطيه ودي زاويه محيطيه. الزاويه دي مقابله القوس اللي اسمه ا ب، والزاويه دي مقابله القوس اللي اسمه واو د. وانا اللي بقول لك ان الالف ب ده بيساوي الواو د. قياس الالف ب بيساوي قياس الواو د. الحق، يعني القوسين بيساووا بعض. تقوم انت مستنتج يا معلم انك عندك زاويتين محيطيتين بيساووا بعض. يبقى زاويتين محيطيتين بيساووا بعض يبقى اذا قوسين بيساووا بعض، او قوسين بيساووا بعض يبقى في زاويتين محيطيتين بيساووا ايه؟ بعض. طب تعالى هنا، نفس اللي انا قلته. انا اللي بقول لك ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، يبقى اذا القوس اللي في وشها بيساوي القوس اللي في وشها.
يبقى القوس اللي اسمه ا ب بيساوي القوس اللي اسمه واو ايه د. كلام جميل قوي. تعال نخش بقى على جزئيه جميله ومهمه. بص يا عم، بيقول لي اذا تقاطع وتران داخل الدايره، ادي دايره، ده وتر. كلام جميل. وده وتر. كلام جميل. متقاطعين صح؟ متقاطعين هنا اهو مستر. داخل الدايره ولا خارج الدايره يا عم الحاج؟ داخل الدايره، جوه الدايره اهو. كلام جميل. هقول لك بقى يا معلم، عايز الزاويه بتاعه تقاطع الوترين. نعم، يعني عايز الزاويه دي او الزاويه دي. هتقول لي او دي او دي، اقول لك ما هي دي هي دي عبيط بالتكول بالراس، الاثنين بيساووا بعض، او دي هي دي عبيط برضو بالتكول بالايه بالراس، فانا عايز دي او دي بمعنى اصح. بص بقى يا معلم، هنبص مثلا لو عايز دي، انت عايز دي صح؟ هتقوم يا معلم هتاخد القوسين المقابلين ليها. مين انت بتقول ايه؟ هتاخد القوسين المقابلين ليها، يعني ايه؟ يعني في وشها عندك الف ج اهو والب د اهو، هاخد القوسين دول ايوه واعمل فيهم ايه؟ هجمعهم واقسمهم على الاثنين. يبقى تقول لي قياس القوس اللي اسمه ا ج زائد قياس القوس اللي اسمه د ب واقسم على الاثنين، هيديني الزاويه دي. طب ماشي يا عم مازن، انا مش عايز زاويه ده، انا عايز اللي فوق. عادي اخد القوسين اللي في وشها، يعني هاخد الالف د زائد قياس القوس اللي اسمه ج ب قياس القوس الف د زائد قياس القوس اللي اسمه ب ج واقسم على الاثنين. يبقى بمعنى اصح اي الزاويه اللي جوه اخد القوسين المقابلين ليها واجمعهم واقسمهم على الاثنين. كلام جميل. طب تعالى هنا بقى، دول وترين برضو، بس خلي بالك. بص بقى يا معلم، هما متقاطعين في ايه؟ دول متقاطعين في نقطه خارج الدايره، واقول لك عايز الزاويه دي. اجيبها ازاي؟ والله بص، هي دي هي دي، بس هنا كانوا متقاطعين فين؟ هتقول لي داخل الدايره. اقول لك هنا هتقول لي لا متقاطعين خارج الدايره. هاخد برضو القوسين اللي في وشها اللي هو البهدال والجيم ه، بس هتبدا بالبعيد. هتقول لي البعيد ناقص القريب واقسم على الاثنين. نعم، هو ايه الفرق بين دي ودي؟ زائد والناقص. الزائد والناقص هو ده الفرق، واقسم على الاثنين. البعيد ناقص القريب واقسم على الاثنين، يعني قياس القوس اللي اسمه ج ه ناقص قياس القوس اللي اسمه ب د واقسم على الاثنين. شكرا. واللي هيطلع لي هيبقى هو الزاويه ايه؟ دي. ده كان حاجه اسمها تمرين مشهور واحد، وده كان حاجه اسمها تمرين مشهور ايه؟ اتنين. تعالى نقلب منهم على حاجه كمان. تسلم. عندي دلوقتي دي دايره، وده ايه؟ تقول لي قطر، ده مركز الدايره. ده ايه؟ تقول لي مماس. الله ينور. وده ايه؟ مماس برضو. يعني دول كام مماس؟ مماسين مرسومين منين؟ من نهايتي القطر، من نهايه القطر من ناحيه ونهايه القطر من ناحيه. ايوه يا عم الحاج، خلي بالك بقى، الممسان المرسومين من نهايتي قطر يكونان ايه؟ متوازيان، يعني ده بيوازي ده. يبقى الممسان المرسومان من نهايتي قطر يكونان مالهم يا جدعان؟ يكونان متوازيان. تعالى هنا، ادي دي دايره جميله لذيذه. وده ايه؟ هتقول لي ده مماس اهو بيمس الدايره في ج. طب وده ايه؟ هتقول لي برده مماس بيمس الدايره في ب. ايوه، قابلوا بعض فين؟ هتقول لي في نقطه خارج الدايره. اقول لك ايوه الله ينور. يبقى الممسين المرسومان من نقطه خارج الدايره مالهم يا عم الحاج؟ متساويان في الطول. يعني ده بيساوي ده، يعني ده قلت لك ب 5 سم هتقول لي ده كمان ب 5 سم. قلت لك ده ب 10 سم هتقول لي ده كمان ب 10 سم. قلت لك ده ب 20 هيبقى ده ب 20. يبقى الممسان المرسومان من نقطه خارج الدايره يكونان مالهم يا عم الحاج؟ متساويان فين؟ في الطول. كلام جميل. انزل على اللي بعدها. تسلم ايدك. بيقول لي المستقيم المار بمركز الدايره ونقطه تقاطع ممسين. بص الشكل ده وحش بصراحه، ما بحبوش، بس تعالى بس نفصصه الاول. ادي دايره، نص قطر، نص قطر، مماس، مماس، وتر. والله حته قطعه مستقيمه ما اعرفش اسمها ايه. طيب كمل. ماشي يا عم الحاج، انا دلوقتي يا معلم بقول لك ايه بقى؟ المستقيم المار بمركز الدايره ونقطه تقاطع الممسين. مستقيم ايه يا مستر؟ مار بمركز الدايره ونقطه تقاطع الممسين. المستقيم اهو، مار بالمركز اهو.
امشي ونقطه التقاطع الايه الممثله اهي. الحق ده المستقيم اللي انا ما كنتش لاقي له اسم، هو المستقيم اللي في النص ده. ايوه 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 هو. ايوه بيعمل ايه بقى يا عم الحاج المستقيم ده؟ بيعمل 3 حاجات. بيعمل ايه؟ والله بيكون محور لوتر التماس. يعني محور يعني بيقسم الشكل لشكلين متطابقين. يعني ادي الوتر، يعني هيقسم الوتر ده لحتتين قد بعض. كلام جميل. وبيعمل حاجه كمان، بينصف الزاويه بين الممسين. ادي ده المماس وده المماس ودي الزاويه بين الممسين، هخلي دي قد دي. يعني لو دي زاويه الممسين، الزاويه بين الممسين كلها ب 50 تخليها 25 و25. طب لو كلها ب 100 تخليها 50 و50. لو كلها ب 200 تخليها 100 و100 وهكذا بقى. وكمان بيعمل حاجه كمان، بينصف برضه الزاويه بس بين نصفي القطرين. يعني بيخلي برضه دي قد دي. يعني لو كل دي مثلا ب 60 تبقى دي 30 ودي 30 وهكذا يا معلم. يبقى المستقيم المر بمركز الدائره ونقطه تقاطع الممثل بيعمل كام حاجه؟ 3 حاجات. اول حاجه يكون محور لوتر التماس، يعني بيقسموا الحتتين قد بعض. ثاني حاجه بينصف الزاويه بين الممثلين. ثالث حاجه بينصف الزاويه بين نصفي القطرين. طب يا عم الحاج، ودي كانت حاجه برضو معانا. ونخش على الحاجه اللي بعدها باسم خواص الشكل الرباعي الدائري. تعالى يا عم الحاج ننقل على خواص الشكل الرباعي الايه الدائري. والله بص يا عم الحاج، الخاصيه الاولى ده شكل رباعي دائري اسمه ا ب ج د. دي زاويه ايه؟ الف في وشها زاويه ج، ودي زاويه ب في وشها زاويه د. من خواص الرباعي الدائري بيقول لك ايه بقى؟ كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. يعني ايه متكاملتين يا مستر؟ يعني مجموعهم ب 180 درجه. يعني لو قلت لك دي ب 100 تبقى اللي في وشها دي بكام؟ ب 80. لو قلت لك دي ب 50 تبقى اللي في وشها دي بكام؟ 130. والله قلت لك مثلا دي ب 90 يبقى اللي في وشها هنا ب 90 وهكذا. المهم يا معلم ان كل زاويتين متقابلتين مجموعهم ب 180 درجه. ودي كده يا معلم كانت اول خاصيه. تعال على الخاصيه الايه الثانيه. خلاص دو نرجع زي ما كنا. بص يا عم الحاج، الخاصيه الثانيه من خواص الشكل الرباعي الدائري. يا عم الحاج ده شكل رباعي بس خلي بالك، هي دي زاويه ايه؟ دي زاويه خارجه. زاويه خارجه عن الشكل الرباعي. ايوه الزاويه الخارجه دي بتعمل ايه؟ يعني هي بتساوي الزاويه الداخله. ايوه انهي داخله يا عم الحاج؟ انا عندي 1 2 3 4. عندي 4 داخله. بتساوي انهي فيهم؟ بالراحه عليا. هي بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. مين؟ المقابله للمجاوره لها. يعني ايه؟ يعني انا بتساوي واحده من اللي جوه. المقابله للمجاوره، فين المجاوره؟ المجاوره اهي. لا انا ما بتساويش دي، بتساوي المقابله ليها. يعني هتساوي زاويه د. يبقى زاويه ب الخارجه بتساوي زاويه د. يبقى الزاويه الخارجه عن الشكل الرباعي ايه؟ بتساوي الزاويه الداخله المقابله للمجاوره لها. تاني بتساوي مين؟ الداخله المقابله للمجاوره لها. ودي كده يا معلم كانت الخاصيه الثانيه من خواص الشكل الرباعي الدائري. طب زي العسل. تعال نخش على الخاصيه الثالثه. بص يا عم، يا عم ادي الشكل الرباعي. بص على الزاويه دي كده مرسومه على انهي قاعده؟ والله بص تعال نمشي معاها كده. مرسومه على القاعده اللي اسمها بالجي. طب حلو. طب بص على الزاويه دي كده مرسومه على انهي قاعده؟ بيهجم برضو. يعني الزاويتين مرسومين على نفس القاعده، اذا الزاويتين بيساووا بعض. تاني يبقى كل زاويتين مرسومتين على قاعده واحده وفي جهه واحده منها. مالهم يا عم الحاج؟ متساويتين في الكتر. واحد يقول لي استنى يا مستر لو سمحت. اقول له ايه يا حبيبي؟ يقول لي على فكره مش الزاويتين دول بس. يقول لي طب ما الزاويه دي على القاعده اللي اسمها د ج اهي على القاعده دي. ايوه. ويقول لي الزاويه دي برضو على القاعده برضو اللي اسمها د ج. اقول له ايوه. يقول لي خلاص يبقى كده الزاويتين دول بيساووا بعض. اقول له اه. ليه لا؟ يبقى كل زاويتين مرسومين على قاعده واحده يبقى الزاويتين مالهم؟ بيساووا ايه؟ بيساووا بعض. طب زي العسل. انزل يا عم الحاج. عندي شويه حاجات. بتقول لي ايه؟ عندي شويه اشكال رباعيه بتمر بيها دايره. يعني لو قلت لك المستطيل يمر بيه دايره تقول لي اه. المربع يمر بيه دايره تقول لي اه. شبه المنحرف متساوي الساقين. خلي بالك انا بقول متساوي الساقين. يمر بدايره اه. يبقى انهي الاشكال التي تمر بها دايره؟
او تسمى رباعي دائري يا عم الحاج. يعني اول شكل اللي هو الثاني، الثالث. في ناس قالت شبه المنحرف وسكتت، لا، شبه المنحرف وسكتت دي والله غلط، لازم تقول شبه المنحرف المتساوي الساقين. طب حلو. طب لو بقول لك اشكال ليست رباعي دائري يعني ما ينفعش يمر بها دايره، حاجه زي متوازي، حاجه زي شبه المنحرف بس. خدت بالك؟ يعني الناس اللي قالت شبه منحرف وسكتت دي كده يا عم الحاج ما ينفعش يمر بيها دايره، ده مش رباعي دائري. انما هقول رباعي دائري يبقى شبه المنحرف متساوي الساقين. زي العسل. انزل يا بيه، انزل انزل انزل. هات لي يا باشا كده مبدئيا صفحه فاضيه. خلي بالك انا عندي حاجه اسمها مساحه الدايره ومحيط الدايره. طبعا مساحه الدايره قلنا بتساوي باي نق تربيع، ومحيط الدايره بيساوي 2 باي نق. طب عندي بقى حاجه كمان، عندي حاجه اسمها طول القوس، وعندي حاجه اسمها قياس القوس. يعني ايه؟ يعني انا هاجي اسالك واقول لك طول مثلا القوس الذي يمثل ربع دايره، طول القوس الذي يمثل خمس دايره، قياس القوس الذي يمثل 3/4 دايره. يعني بمعنى صح انت بتقول لي جزء من الدايره صح؟ اه. طول القوس ده بقى هيساوي ايه او قياسه؟ مش عارف، ما هم ليهم قانون. بص، انا لو قلت لك مثلا ربع دايره يعني ده جزء صح؟ يبقى الجزء الذي تمثله من الدايره. مش فاهم يعني ايه الجزء الذي تمثله من الدايره؟ اللي هو الربع، اللي هو ربع دايره، خمس دايره، سدس دايره، عشر دايره، 3/4 دايره، وهكذا. طب حلو. ايوه في كام؟ والله انت قلت لي طول صح؟ اه، طالما طول يبقى اضرب في 2 باي نق. هو ده القانون؟ اه. طب تعالى كده قياس القوس، هقول لك الجزء برضو الذي تمثله من الدايره، اللي هو برضو اذا كان ربع وخمس سدس نص اي حاجه، في كام بقى؟ في 360. في كام؟ لان انت عارف يا معلم ان الدايره كلها بكام؟ 360. لما كنت بقول لك نص كنت عارف ان النص ده بكام؟ جبتها ازاي؟ كنت بقول نص في 360 يديني ال 180. يبقى تخلي بالك لما اقول لك طول القوس او قياس القوس، طول القوس هيبقى الجزء الذي تمثله من الدايره بس اضرب فيه 2 باي نق. طب لو قلت لك قياس القوس الجزء برضه بس اضرب فيه 360. حلو قوي كده يا معلم. انا اعتبر لميت لك الوحده الخامسه يعني ايه بجميع افكارها، اللي هو كل حاجه ينفع اقولها لك سريعا، شرح سريع كده بلم كل دروس الوحده الخامسه اللي هي الوحده الاخيره هندسه. تعالى كده يا عم الحاج نسمي الله ونخش مساله 2 3 4 ونشوف الدنيا هتقول معانا ايه. دخلني يا عم الحاج. تعالى بقى كده يا معلم، يلا بينا نشوف اسئله الايه؟ الاختياري. كنا واقفين في الفيديو اللي فات عند السؤال رقم 21، هنخش النهارده ان شاء الله على سؤال رقم 22. بص يا عم، بيقول لي قياس القوس الذي يمثل ربع دايره. خلي بالك هو قال لي ايه؟ قال لي قياس، قال لي قياس يبقى هضرب في كام يا معلم؟ هضرب في 360. ايوه هضرب فين الجزء بقى اللي بيمثله من الدايره؟ قال لك تمثل ربع قياس الدايره. يبقى انا الجزء بكام؟ بربع، يبقى اقول له ربع في 360. هتمسك الاله بتاعتك وتكتب ربع في 360 هتديك على الاله 90 درجه اللي هي اجابه رقم د. تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك قياس القوس، الحق برضه بيقول لك ايه؟ بيقول لك برضه قياس، بيقول لك قياس القوس الذي يمثل ثلث قياس الدايره. ثلث قياس الدايره يبقى انا هقول له ثلث واضرب في كام؟ في 360. والله تمسك الاله بتاعتك وتكتب ثلث في 360 هتديك 120 درجه. لا اجابه رقم ج. تعال نخش على السؤال رقم 24. بيقول لي قياس القوس الذي يمثل نص قياس الدايره. الحق يا عم الحاج برضه بيقول لي قياس يبقى هضرب في 360. فين الجزء يا عم الحاج؟ قال لك تمثل نص دايره. نص دايره يبقى اقول له نص في 360. والله لما تمسك الاله وتكتب نص في 360 هيديك على الاله 180 درجه اللي هي اجابه رقم ج. طب تعال هنا،
بيقول لك قوس من دايره طوله تلت باي، فانه يقابل زاويه مركزيه قياسها قد ايه؟ معرفش. بص يا بابا، ادي البتاع اهو. والله تلت الباي دي يعني تلت في ال 180 هيديني 60. ده المركز اهو، في زاويه مركزيه 60، القوس ب 60، فهيقابل زاويه مركزيه. ما هي الزاويه المركزيه بتساوي قياس مين؟ بيساوي القوس، قياس القوس. فالزاويه برضه هتساوي كام؟ 60، اللي هي اجابه رقم ب. خش على اللي بعدها. بيقول لك الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره. والله نص دايره، خلي بالك قلتها من شويه، الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره تكون قائمه. لما كان عندي دايره بالمنظر ده وعندي ده قطر، قلت لك ده وتر وده وتر، قلت لك دي زاويه ايه؟ قلت لي زاويه محيطيه، وساعتها قلت لك الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره تساوي كام؟ 90 درجه، اللي هي تكون ايه؟ قائمه. تعال على اللي بعدها. قياس الزاويه المحيطيه المرسومه في ربع دايره. السؤال ده جامد يا جدعان، وبالمناسبه ولا واحد في دول صح. طيب احنا نحلها بقى. قياس الزاويه المحيطيه المرسومه في ربع دايره، انت بتتكلم على ايه يا مستر مازن؟ والله على ربع دايره. دي ايه؟ دايره. كلام جميل. وده المركز زي العسل. ربع دايره يعني كده، ده كده الربع. انت بتتكلم على ايه بقى؟ زاويه محيطيه. حاضر. والله انا عايز مثلا وتر وعايز وتر، الزاويه المحيطيه اهي زي العسل، يبقى انت عايز الزاويه دي. واحد يقول لي دلوقتي، بقول لك يا مستر سهله على فكره، بكام يا ابني؟ واحد يقول لي 90، اسف 45. اقول له ليه يا حبيبي؟ قول لي مش الزاويه دي ب 90؟ قول له اه الله يفتح عليك يا حبيبي. قول لي ما هي دي زاويه ايه؟ مركزيه، وانا عارف ان المحيطيه نص المركزيه، يعني نص ال 90 كام؟ 45. اقول له غلط يا حبيبي. يقول لي ليه يا مستر؟ اقول له احنا كنا بنقول المحيطيه نص المركزيه المشتركه معها في نفس القوس. فين القوس بتاع المركزيه دي؟ اللي هو الالف ب الصغير. طب فين القوس بتاع المحيطيه دي؟ الالف ب الكبير، يبقى ما ينفعش. طب ثانيه واحده يا مستر، دلوقتي دي نقطه ودول شويه زوايا مجمعها، والنقطه بتساوي كام؟ 360. معاك دي ب 90 ومنعكسه ليها ورا بكام؟ ب 270. ال 270 دي مشتركه في انهي قوس؟ في الالف ب الكبير، ودي مركزيه فعلا. يبقى المحيطيه نص المركزيه، بس مش المركزيه دي، المركزيه دي اللي هي نص ال 270 هيديني كام؟ 135. يبقى الزاويه المحيطيه المرسومه في ربع دايره هتساوي كام درجه يا جماعه؟ هتساوي 135 ايه؟ درجه. طب تعالى هنا، بيقول لي قياس الزاويه المركزيه المرسومه في ربع دايره. ليه دي عادي بقى يا عم الحاج، دي هتساوي كام؟ 90. دايره بالمنظر ده وادي ربع دايره، زاويه مركزيه، يبقى بتساوي كام؟ 90 درجه وشكرا. يلا بينا معايا على مساله رقم 29. بيقول لي في الشكل المقابل عايز قياس القوس اللي اسمه ا ج. مبدئيا فين القوس اللي اسمه ا ج؟ القوس اللي اسمه ا ج اهو، ا ج. طيب هي دي بكام؟ دي ب 40. ودي ايه؟ والله دي زاويه محيطيه يا مستر، بس مرسومه في نص ايه؟ دايره، وانت عارف ان الزاويه المحيطيه المرسومه في نص دايره بتساوي كام؟ 90. طب 90 و40 بقيه المثلث ال 180 يديني 50. فدي كده زاويه محيطيه مشتركه في انهي قوس؟ في القوس اللي اسمه ا ج. وانت عارف ان الزاويه المحيطيه نص قياس القوس. طب دي ب 50، يبقى قياس القوس بكام؟ ب 100، اللي هي اجابه رقم د. تعال نخش على بعضه. بيقول لي اذا كان ا ب ج د شكل رباعي دايري اهو يا عم الحاج، مثلا ا ب ج د، قياس زاويه ا بكام؟ ب 60. فان قياس زاويه ج، ما انت عارف ان كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180، فديت زائد ديت المفروض ب 180، دي ب 60، يبقى الج بكام؟ 120. طب اللي بعده، في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين، والله يا عم الحاج مجموعهم 180. متساويتين في القياس؟ لا. متكاملتين؟ اه، عشان كلمه متكاملتين معناها مجموع الزاويتين بكام؟ ب 180 ايه؟ درجه. كلام جميل. نخش على السؤال اللي بعده. انزل لي سنه كمان. لا مش قوي كده، انزل شويه بس. ستوب. بقول لي اذا كان ا ب ج د شكل رباعي، فين قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج؟ والله ا ب ج د، ا زائد ج دول زاويتين متقابلتين، يبقى مجموعهم 180، لا اجابه رقم د. تعالى على اللي بعده. بيقول لي اذا كان ا ب ج د شكل رباعي دائري، يبقى قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج ناقص 80. والله لحد هنا قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج ب 180.
ناقص ال 80 يديني في الاخر 100 اللي هي اختيار رقم ج. اللي بعده بيقول لي ا ب ج د شكل رباعي دائري فيه قياس زاويه ج بيساوي 2 من قياس زاويه ا. طب زي العسل والله يا عم الحاج ج بيساوي 2 من ا، يبقى الج بكام والالف بكام؟ مش عارف. طب تعالى نشوف. والله المفروض مجموع الاثنين دول ب 180، المفروض مجموع دي ودي ب 180. طب ما دي بواحده ودي اثنين يبقى 3، يبقى الواحده فيهم بكام؟ والله 180 على 3 هيديني 60. يبقى قياس زاويه الالف ب 60، 2 في 60 يبقى الجيم ب 120 و120 و60 يبقى ال 180. الله ينور. طب حلو، هو عايز ايه بقى؟ عايز قياس زاويه ج، يبقى قياس زاويه ج بتساوي كام؟ 120 درجه. تعال على اللي بعده، سؤال رقم 35. بيقول لي اذا كانت الزاويه المحيطيه تقابلها قوسا اكبر من نص الدايره. بص انت كده كده عارف ان الزاويه المحيطيه نص قياس القوس. طب زي العسل. وبيقول لك الزاويه المحيطيه هتقابل قوس اكبر من نص الدايره. والله يا عم الحاج انت عارف ان نص الدايره بكام؟ نص الدايره ب 180. طب هي دي بتقابل اكبر من نص الدايره، يعني اكبر من ال 180. اختار اي رقم اكبر من 180 يا عم. 200 مثلا. طب حلو كده قياس القوس بكام؟ ب 200. طب المحيطيه نص القوس، يعني نص ال 200 يدينا 100. طب ال 100 دي يا معلم زاويه نوعها ايه؟ حاده قائمه منفرجه مستقيمه. خلاص يا معلم ال 100 دي تبقى زاويه منفرجه، لان الصفر زاويه صفريه، اكبر من صفر واقل من 90 يبقى زاويه حاده، بيساوي 90 يبقى زاويه قايمه، اكبر من 90 واقل من 180 يبقى منفرجه، 180 تبقى مستقيمه، اكبر من 180 واقل من 360 يبقى زاويه ايه؟ منعكسه. حلو. تعال على اللي بعده. بيقول لك اذا كانت الزاويه المحيطيه تقابلها قوسا اصغر من نص الدايره. المره دي اصغر من نص الدايره. نص الدايره بكام؟ ب 180. اصغر منها يعني قول اي رقم اقل من ال 180، وليكن مثلا 100 يا عم الحاج. طب كلام جميل. انت دلوقتي قياس القوس بكام؟ قلنا ب 100. طب المحيطيه نص القوس يعني نص ال 100 50. طب كده ال 50 دي زاويه نوعها ايه؟ حاده ولا قائمه ولا منفرجه ولا مستقيمه؟ والله دي زاويه حاده. كلام جميل. خش على اللي بعدها. انا واحد في دول هيكون شكل رباعي دائري، والله المستطيل. شكرا. سؤال رقم 38. في الشكل المقابل قياس زاويه ا ج ب. ا ج ب الزاويه دي ايه ده يا مستر؟ دي زاويه محيطيه مرسومه في ربع دايره، ومن شويه كان نفس السؤال الزاويه المحيطيه المرسومه في ربع دايره بتساوي 135 درجه. طب كلام جميل. حلو قوي. بيقول لي وتر طوله 8 سم زي العسل في دايره نص قطرها بكام؟ ب5. فالله يبعد عن المركز بقد ايه؟ خلاص بقى يا مستر 8 ناقص 5 يدينا 3. شكرا. السؤال جميل وسهل. اللي بعده تعال نخش على سؤال رقم 40. بيقول لي ا ب تقاطع سطح الدايره م. انا معايا دايره اهي. سطح الدايره يا معلم يعني بتكلم على الدايره واللي جوه الدايره، يعني الحته دي كلها، يعني من اول الجيم لحد الدال. يبقى ج د قطعه مستقيمه اللي هي اجابه رقم ج. واحد يقول لي ليه ما اخترتش ب ج ودال؟ هقول لك ج ودال لو قال لي الدايره بس من غير كلمه سطح، يعني هاخد النقطتين اللي على الدايره. ج د شعاع ده مكمل يا باشا ما ينفعش. يبقى هي شكرا اجابه رقم ج. سؤال رقم 41. مجموعه النقط دايره ن تقاطع مجموعه نقط داخل الدايره ن. فيا معلم ده كان تعريف باسم محيط الدايره. تعال نخش على سؤال رقم 42. الزاويه المماسيه تكون محصوره بين ايه؟ والله بتكون محصوره بين وتر ومماس. وتر ومماس. وتر ومماس انهي واحده؟ لا اجابه رقم ج. فكده يا معلم دلوقتي قلنا الدايره هنا مثل مربع من فوق ومن تحت، فده كده طول ضلع المربع ب 10. هو انا لو عملت كده ده برده كده هيكون بكام؟ ب 10. طب حلو. طب ما هو من هنا من المركز لحد الدايره ده نص ايه؟ طب ما نص ال 10 بيساوي، وفوق برضه هنا بيساوي. طب هو عايز ايه؟ مساحه الدايره. طب ما مساحه الدايره بتساوي باي نق ايه؟ طب ما تنزل الباي زي ما هي وقول لي فيه النق بيساوي، يبقى 5 اس 5 اس 2 يديني، يبقى 25 ايه؟ اللي هي اجابه رقم. وكده يا معلم شكرا. 43 مساله اختر بالتمام والتمام. كده يا معلم شكرا. كده يا معلم انت حليت جميع اسئله الاخطر على الهندسه كلها. فتعالى بقى يا معلم نقلب من هنا نخش على اسئله الايه؟ البرهان. نزلنا يا يوسف.
تعالى بقى كده يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم، نخش على السؤال رقم 1 في اسئله الايه؟ البرهان. بص يا عم، بيقول لي في الشكل المقابل م دائره، ماشي، وده الجيم مماس للدايره عند ج، والف ب وهو وتران، والالف ب بيوازي وهو بيوازي الجيم د، دول بيوازوا بعض، فيثبت ان الجيم ه بيساوي الجيم ايه؟ واو. فين الجيم ه والجيم واو؟ ادي الجيم ه، هنوصلها احنا كده، والجيم واو هتوصل انت من الجيم لحد الواو. هو بيقول لي اثبت بقى يا معلم ان الاثنين دول كده بيساووا بعض. طيب انا يا معلم الجيم ه ده عباره عن ايه؟ وتر. والجيم واو ده عباره عن ايه؟ برضه وتر. طب انا عايز اثبت ان الوتر ده بيساوي الوتر ده. طب ما انا عشان اثبت ان عندي وترين بيساووا بعض قلنا لازم اثبت ان في قوسين بيساووا. حلو. انهي قوسين؟ لازما اللي هو الهي جيم كله والواو جيم كله. طيب بالراحه بقى، مش انا عندي ان الالف ب بيوازي الهي واو ودول وترين، وانا لما يكون عندي وترين بيوازي بعض يبقى عندي قوسين بيساووا، يبقى القوس ده بيساوي القوس ده، صح؟ طب حلو. وعندي ده مماس بيوازي الوتر ده. طب ما لما يكون عندي مماس ووتر وبيوازوا بعض يبقى عندي برضه قوسين بيساووا بعض، فانا قوسين القوس ده والقوس ده. فيا معلم طالما ده بيساوي ده، اسف ده بيساوي ده وده بيساوي ده، ما انا لو جمعت الاثنين دول على بعض والاثنين دول على بعض هينتج لي ان ده كله بيساوي ده كله، صح؟ فطالما ده كله بيساوي ده كله يبقى عندي الوتر بيساوي الوتر. تعال نكتبها. بص يا بابا، اول حاجه هقول له بما ان اله واو والالف ب وتران، اهو الف ب وه واو وتران، وايه كمان؟ والالف ب بيوازي اله واو، صح؟ يبقى قياس القوس اللي اسمه الف ه بيساوي قياس القوس اللي اسمه ب واو. الف ه بيساوي قياس القوس اللي اسمه ب واو. طب انا كده يا معلم عندي القوسين دول بيساووا بعض، ايوه، وسمي دول رقم 1. تاني عندي الدال ج مماس، وعندي الدال ج بيوازي الالف ب، يبقى يا معلم قياس القوس اللي اسمه الف ج بيساوي قياس القوس اللي اسمه ب ج. وسمي لي دي رقم 2. طب حلو، انا عايز اجمع ده على ده وده على ده، فاقول له بجمع واحد وايه؟ 2. ينتج ان ايه بقى؟ قياس القوس ده كله اللي اسمه ه ج بيساوي قياس القوس ده كله اللي اسمه واو ج. وطالما قياس القوس ده كله بيساوي قياس القوس ده كله، اذا يا معلم الجيم ه بيساوي مين؟ الجيم واو، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. ودي كده كانت اول مساله ايه معانا. دخلني يا عم يوسف على اللي بعدها. حلو قوي دي. طب 26. بص يا عم، بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د المستطيل اهو، ا ب ج د المستطيل، تمام. رسم الوتر ج ه بحيث الجيم ه بيساوي الجيم د. جيم ه بيساوي الجيم د. ثانيه واحده، هو الجيم ه ده عباره عن وتر، والجيم د ده برضه عباره عن برضه وتر. عندي وترين بيساووا بعض، وترين بيساووا بعض، يبقى عندي قوسين بيساوي انهي قوسين؟ ه ج والدال ايه؟ ج. ثانيه واحده، يبقى كده ده بيساوي مين؟ ده. طب كمل، انت عايز ايه اصلا؟ ونثبت ان الالف ب بيساوي الب ج، اسف الالف ه بيساوي الب ج. فين الالف ه؟ الف ه ده كله بيساوي الب ج ده كله. هو الالف ه ده السؤال جامد يا جدعان، الالف ه ده عباره عن ايه؟ وتر.
والب ج ده عباره عن ايه؟ وتر برضه. انا عشان اثبت ان عندي وترين بيساووا بعض لازم اثبت ان في قوسين بيساووا. انهي قوسين بقى؟ الالف ه والب ج. حلو قوي، الله ينور عليك. بص يا معلم، كده كده في قلب المستطيل كل ضلعين بيقابلوا بعض متساويين فين؟ في الطول. فعندي كده كده الالف ب بيساوي ايه؟ الدال ج، صح؟ وطالما الضلعين دول بيساووا بعض يبقى القوسين اللي في وشهم بيساووا بعض. يبقى كده كده الالف ب هنا القوس ده هيساوي القوس اللي اسمه دال ج. وانت من شويه قلت لي ان القوس ده بيساوي ده، وقلت لي ان ده بيساوي ده، يبقى ده وده مالهم؟ يبقى ده بيساوي ده. طب حلو، انت ده كده بيساوي ده. طب ما انت لو ضفت لي الحته اللي في النص دي للطرفين هينتج ان ده كله بيساوي ده كله، صح؟ اللي هو من الاول الالف لحد اله بيساوي من اول الب لحد الج، صح ولا ايه؟ اعيد تاني. بص، عندك دلوقتي انا بقول لك اهو، ان ده بيساوي ده. حلو. انا يا عم لو قلت لك مثلا ده بخمسه وده بخمسه وهضيف الحته دي مثلا باتنين يبقى ده كله 7. طب وده كله برضه 2 و5 7، فينتج لي ان ده كله بيساوي ده ايه؟ كله. طب سيبك بقى من اللي انا كتبته ده، تعال نكتبها له برهان بقى. وطالما طبعا القوس ده كله بيساوي القوس ده كله اذا الوتر ده بيساوي الوتر ده. نكتبها له ازاي؟ اول حاجه بما ان الف ب وده الجيم بيساووا بعض، صح؟ يبقى اذا قياس القوس اللي في وشه اسمه الف ب بيساوي قياس القوس اللي اسمه د ج، وسمي لي دي رقم 1. طيب، وهو قايل لك ان الجيم ه بيساوي الجيم د. طب بما ان الجيم ه بيساوي الجيم د، طالما ده بيساوي ده يبقى استنتج ان القوس ده بيساوي القوس ده. يبقى قياس القوس اللي اسمه ه ج بيساوي قياس القوس اللي اسمه د ج، وسميه دي رقم 2. طب ما هو ده بيساوي قياس القوس اللي اسمه د ج وده بيساوي نفس القوس اللي هو اسمه د ج، يبقى ده وده مالهم؟ بيساووا بعض. من 1 و2 ينتج ان قياس القوس اللي اسمه ا ب بيساوي قياس القوس اللي اسمه ه ج. حلو قوي، يبقى ده بيساوي ده. هم ضايف لنا قياس القوس اللي اسمه ب ه، اقول له باضافه قياس القوس اللي اسمه ب ه للطرفين ينتج ان قياس القوس من اول الالف لحد اله بيساوي قياس القوس من اول الب لحد الج. وطالما ده كله بيساوي ده كله يبقى اذا يا معلم الالف ه بيساوي مين؟ الب ج، وهو المطلوب اثباته. مساله يا جدعان من المسائل الجامده بجد، من المسائل اللي 100 100، مسائل امتحانات. ايه الدنيا؟ تمام ولا ايه؟ طب زي العسل. حلو قوي. ادينا يا يوسف، هدي تسلم. 27 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب قطر وقياس القوس اللي اسمه ا ج الى قياس القوس اللي اسمه د ب بيساوي 5 الى 6. ا ج اهو والى د ب ده ب 5 الى 6. طيب، فعايز قياس القوس اللي اسمه ا ج د. ا ج د عايز قياس القوس ده كله. بص يا بابا، هو ده كده نص ايه؟ نص دايره، ونص الدايره بكام؟ 180. بالراحه، انت معايا دي بكام؟ دي زاويه ايه؟ مركزيه بتساوي قياس فدي برضه هتطلع بكام؟ فانت راسك الحته دي، صح؟ طب ما احنا قلنا نص الدايره كله ب 100 وكام؟ طب شيل ال 70 منها يتبقى 110. يبقى ال 110 بتاعت دي ودي، صح؟ بس انا ما اعرفش دي بكام ودي بكام. اللي هيقول لي هقسمها على الاثنين يبقى عيل غبي. ليه؟
عشان ما قلتلكش ان ده بيساوي ده. انا بقول لك ده في نسبه 5 الى 6. طب ما 5 الى 6 دي يا عم الحاج، يعني دي 5 ودي 6. ايوه ما دي نسبه، فيا عم خليها 5 س و6 س. صح؟ طب ما يا معلم نسبه ما اعرفهاش. فانا يا معلم المفروض مجموع الاثنين دول بقى بكام؟ فانا لما اقول له اول حاجه ال 5 س زائد ال 6 س المفروض هيدينا 100 ف5 س زائد 6 س يدينا 11 بيساوي ال 100 اقسم على ال 11 يبقى السين هتساوي كده. انت جبت قيمه السين، يبقى الالف ج هيساوي 5 في كام؟ في 10 يديني 50. يبقى الحته دي بكام؟ 50. وديت قياس الدال ب مش محتاجها بس هجيبها، هتساوي 6 في 10 يديني 60. طب هو عايز ايه؟ هو عايز قياس ا ج د. طب ما كده يا معلم قياس ا ج د هيساوي ال 50 زائد ال 70 يديني 120 درجه، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. تمام ولا ايه؟ بس انت هتكتب له بقى ان هنا قياس القوس اللي اسمه د ج ب 70. ها تمام ولا ايه؟ ودي كانت مساله كمان. وديني يا عم يوسف. حلوه قوي دي. طيب جميل. بيقول لي دلوقتي اثبت ان الجمهيه بيساوي الدلهيه. فين الجمهيه؟ الجمهيه اهو. وفين الدلهيه؟ اهي. عايز اثبت ان ده بيساوي ده. تعلم ان شبه من اول مساله خالص عايز نثبت ان الوتر ده بيساوي الوتر ده، فلازم نثبت ان القوس ده بيساوي القوس. فهو قايل له يعني الراجل مشكورا قايل لي ان ده بيساوي ده، وانا عندي ده حاجه بتوازي حاجه، يبقى القوسين اللي بينهم بيساووا، يبقى ده بيساوي ده. صح؟ لما اجمع الاثنين دول على بعض والاثنين دول على بعض يبقى كل القوس ده بيساوي كل القوس، وطالما ده بيساوي ده يبقى اذا الوتر بيساوي. مش هكتبها بقى خلاص بقى ولا ايه؟ تمام ولا؟ وكده يا معلم نبقى خلصنا جزء الهندسه كله. انتظر مننا بقى ان شاء الله احلى مراجعه في فرع الجبر. اذا كنت انا اصلا منزل لك اصلا مراجعه ايه قبل كده، بس يا معلم تعالى بقى للمراجعه النهائيه في الجبر. كده يا معلم الهندسه انت شكرا. انتظر مني بقى حل نماذج نهائيه بقى، هتلاقي على نظام الامتحان اللي هو 9 يخطر و7 ايه مقال. وبس يا عم نشكركم على حسن استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.